السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شباب النهاردة هناخد ريفيجن 3 أو ويك اسسمنت 3 والهوم ورك كمان بتاعه الخاص بالفيلوسيتي. كنا خدنا الأولاني والتاني والنهاردة التالت، وهم دول المراجعة اللي هنراجعها ليلة الامتحان إن شاء الله بتاع الشهر وآخر السنة كمان. يلا بينا. question number 1 بيقول an object displaced 30 meter east وبالراحة كده 30 meter east during time 2 seconds, then displaced 40 meter north during 3 seconds. طيب لما يجي لي أي رسمة بالشكل ده، يجي لي أي سؤال ده، ارسم 30 meter east. طبعا كلكم عارفين إن ده east west north south، صح الكلام؟ 30 meter in direction east، تمام، دول 30 متر. ايه تاني الداتا اللي خاصة بالجزء ده؟ قال لي والله التايم 2 seconds. طب لو انا عندي displacement وعندي تايم، ايه اللي اقدر اجيبه من هنا؟ قال لي اقدر اجيب الفيلوسيتي بتاعت الجزء ده. هكمل. then displaced 40 meter north، مشي بعد ما مشي كده مشي north 40 متر. حلو الكلام. وتايم قد ايه؟ قال لي تايم 3 seconds اهو. So the magnitude of average velocity. طيب نكتب الرول مع بعض. هو ال average velocity equal ايه؟ average velocity equals total displacement over total time. طيب ايه هو يا مستر الديسبليسمنت؟ قال لي الديسبليسمنت بتاعي يعني اول الستارت اللي انا هبداها لغايه الاند. الله، يعني انت مش عايز كده بلس كده، لا انت عايز distance ديت او displacement ديت، لان displacement هي shortest distance between two points. كلام جميل، يعني انت عارف الحبه دول. طب ده مش ولا ايه؟ طيب عشان اجيب الهايبوتنس هقول square root of 30 power 2 plus 40 power 2 بايثاغورس. هيطلع كام؟ 50 متر. يبقى التوتال displacement بتاعنا 50، وما تنساش المتر. طيب التايم، والله انت قلت لي ان مشى الحبه دول في 2 seconds ودول في 3 seconds، يبقى التوتال تايم بتاعي 2 بلس 3 يعني 5 seconds. معنى كده ان الفيلوسيتي بتاعتي 50 over 5 يعني 10 وات متر بير سكند. طب عندي الانسر ده 10 متر بير سكند. السؤال اتحل. طب لو هل في السؤال ده قال لي انا عايز الافريج سبيد، قال لي لا، الافريج سبيد حاجه تانية. الافريج سبيد عباره عن ايه؟ توتال ديستنس. هي التوتال ديستنس هنا بكام؟ اوفر توتال تايم طبعا. هو التوتال ديستنس هنا كام؟ قال لي هو مشي هنا 30 ومشي هنا 40 يعني 70 اوفر التايم اللي هو 5، هتطلع 14 متر بير سكند. حلو الكلام. الافريج فيلوسيتي 10، الافريج سبيد 14، وزي ما قلنا ان الديسبليسمنت less than or equal للديستنس، therefore ان الفيلوسيتي less than or equal الايه؟ السبيد. طيب تعالوا نروح للسؤال الثاني ومش هطول عليكم في كل سؤال. جرافس، يلا بينا. افكركم بالجرافس الاول؟ حاضر. نعمل ايه لو جالنا جراف؟ لو جالي جراف هروح ابص على الواي اكسس موجود عليه ايه والاكس اكسس موجود عليه ايه. لو لقيت واي اوفر اكس ليها معنى، ليها مينينج، يبقى السلوب هو المينينج. وركز قوي في الكلام، value of slope هي المينينج. طب لو ما لقيتش الواي اوفر اكس ليها معنى، لقيت الاكس تايمز الواي هي اللي ليها معنى، قال لي يبقى الاريا اندر ذا كيرف هي المينينج. طيب مثال سريع، دي تي، دي اوفر تي ليها مينينج، واي اوفر اكس ليها مينينج. قال لي دي اوفر تي يعني الفيلوسيتي. قال لي خلاص يبقى السلوب بتاع الجراف ايكوال الفيلوسيتي. طب فيلوسيتي اوفر تايم، فيلوسيتي اوفر تايم ليها مينينج، السلوب بتاعه بيساوي الاكسلريشن. تمام؟ طب يا مستر لو انا كتبت فيلوسيتي اوفر تايم هنا، هو في تايمز تي ليها معنى؟ مش الرول كانت بتقول ان الفيلوسيتي ايكوال ديسبليسمنت اوفر تايم؟ طب لو التايم راحت هناك بالديفايدد يبقى الديسبليسمنت ايكوال فيلوسيتي تايمز تايم. الله، طب ما هو الواي تايمز الاكس ليها مينينج،
which is displacement. يبقى الاريا under the curve هنا equal الايه؟ الديسبليسمنت. نفس الكلام لو قلت لك الاكسلريشن والتايم. اكسلريشن تايمز تايم ليها معنى؟ طبعا، مش الاكسلريشن كانت فيلوسيتي اوفر تايم؟ خد التايم بالتايمز يبقى الفيلوسيتي ايكوال اكسلريشن تايمز ايه؟ تايم. يبقى المينينج اوف اكسلريشن تايمز تايم از فيلوسيتي. يبقى الاريا اندر ذا كيرف هنا ايكوال الايه؟ الفيلوسيتي. ركز قوي لما اشوف جراف انا ما عنديش غير حاجه من اتنين، 90% بيتكلم على السلوب، 10% بيتكلم على اريا اندر ذا كيرف. امتى اشتغل على السلوب؟ لكن الواي اوفر الاكس ليها معنى. امتى اشتغل على اريا اندر ذا كيرف؟ لكن الاكس تايمز واي ليها معنى. نرجع للاسئله بتاعتنا منين؟ من هنا. يلا بينا. Which of the following graph represent a static a static يعني ايه؟ يعني at rest، يعني جسم واقف. جسم واقف نفكر مع بعض كده. لما اقول لك جسم at rest حط في دماغك كده ان اللي تشينج في الديسبليسمنت ايكوال زيرو، ما بيغيرش المكان بتاعه، واكيد سرعته بزيرو، وما دام سرعته بزيرو يبقى اكيد الاكسلريشن بتاعه بكام؟ بزيرو. صح الكلام؟ طب هل هنا اللي تشينج ان ديسبليسمنت بزيرو؟ يعني نو تشينج ان ديسبليسمنت؟ تعالوا نبص كده. ده مش ده ديسبليسمنت. الديسبليسمنت كان عند رقم معين هنا، هكتب بلون تاني. اكتب بلون تاني. كان هنا برقم معين، كمان شويه نفس الرقم، كمان شويه نفس الرقم، كمان شويه نفس الرقم. يبقى اللي تشينج في الديسبليسمنت بزيرو ولا مش بزيرو؟ يبقى دي معانا. طيب تعالى للديسبليسمنت هنا. لا والله الديسبليسمنت بتاعتي كانت عامله كده وبعد شويه اتغيرت. يبقى الديسبليسمنت اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ اتغيرت. يبقى دي ما تنفعش. طب احنا قلنا ايه على الفيلوسيتي للجسم اللي اترست؟ ان الفيلوسيتي بتاعته بايه؟ بزيرو. يعني المفروض الجراف بتاع الفيلوسيتي والتايم اما اجي ارسم الجراف يبقى عند الزيرو. طب هو هنا الفيلوسيتي، لا والله حضرتك الفيلوسيتي ليها معنى هنا ب 2 ب 3 و 4. معنى كده ان ليه فيلوسيتي، معنى كده انه بيتحرك مش اترست، يبقى ده ما ينفعش. طيب هنا الفيلوسيتي والله كانت شويه كده شويه كده، الله ده الفيلوسيتي كمان بتزيد، ده مش فيلوسيتي وبس، ده هنا كمان في اكسلريشن، يبقى ما ينفعنيش. انا بتكلم على مين؟ على ات ريست. يلا بينا. الجرافس تتفهم ما تتحفظش. study the following graphs. الجراف ده velocity over ايه؟ time. طب السلوب يديني ايه؟ velocity over time. السلوب معناه الاكسلريشن. طب السلوب ده بكام؟ والله ده بارالل للاكس اكسس، يبقى السلوب بزيرو، يبقى اقدر اقول هنا الاكسلريشن ايكوال ايه؟ زيرو. معنى كده ان الجسم ماشي بيونيفورم فيلوسيتي، يعني الفيلوسيتي بتاعته كونستانت فيلوسيتي، يعني الفيلوسيتي بتاعته ريجولار فيلوسيتي، يعني الفيلوسيتي ما بتتغيرش. تمام؟ طب تعالى هنا. والله ده ديسبليسمنت وتايم، يبقى السلوب ايكوال الفيلوسيتي. صح الكلام؟ ديسبليسمنت اوفر تايم يديني فيلوسيتي. السلوب هنا كان كده، برسم التينجنت للكيرف عشان اعرف فيلوسيتي، والسلوب هنا كان كده. الله، هو السلوب اتغير ولا ما اتغيرش؟ احنا قلنا ان السلوب بيبدا كده بزيرو وبعدين يبدا يزيد 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 وانا طالع. طيب السلوب ده كان صغير وبعدين كبر، يعني الفيلوسيتي كانت صغيره وبعدين كبرت، يبقى الفيلوسيتي بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ بتتغير. يبقى الراجل ده ماشي بفيلوسيتي بتتغير، يعني في اكسلريشن ولا ما فيش اكسلريشن؟ في اكسلريشن. اللي بعديها دي velocity over time، يبقى السلوب معناه برافو اكسلريشن. طب هنا ليها سلوب ولا مالهاش سلوب؟ ليها سلوب. ممكن اجيب السلوب عن طريق تنسيته لو تفتكر، وسلوب الحته دي قد سلوب الحته دي، سلوب الحته دي، يعني الاكسلريشن ليها فاليو ولا مالهاش فاليو؟ ليها فاليو. طب تعالى نقول ملخص قبل ما نقرا السؤال. الاكسلريشن بزيرو يعني ماشي بفيلوسيتي كونستانت. الاكسلريشن مش بزيرو يبقى الفيلوسيتي بتتغير. الاكسلريشن مش بزيرو يبقى الفيلوسيتي بتتغير. انت عايز ايه يا عم؟ which graph represents a moving object with non-uniform يعني non
constant يعني non regular. الثلاث كلمات معناهم ان هي مش ثابته. والله مش ثابته، ما احنا قلنا ان دي مش ثابته، وقلنا كمان ان دي مش ثابته، يبقى جراف 2 and 3 يبقى الانسر بتاعنا ده. خلي بالكم من الثلاث معاني دول ليهم نفس المعنى. السؤال اللي بعده بيقول an object move at a straight line for a distance d. ماشي كده مسافة d and then return back. ماشي العكس to its starting point. ماشي كده مسافة رجع لنفس المسافة اللي بدأها، برضه يبقى ماشي كده في الاتجاه ده قد ايه؟ دي برضه. the total distance يا مستر مش هو راجع لنفس المكان، يبقى الديسبليسمنت بتاعته بزيرو. اقول لك برافو، الديسبليسمنت بتاعته زيرو لان الستارت بتاعته هي نفس الاند بتاعته، صح الكلام؟ يبقى الديسبليسمنت او التشينج ان ديسبليسمنت بتاعه التشينج ان بوزيشن سوري بايه؟ بزيرو. بس هنا ما سالنيش على الديسبليسمنت، سالني على مين؟ على الديستنس. الديستنس يعني المسافه اللي ماشيها، ماليش دعوه بقى واحده بالبوزيتيف واحده بالنيجاتيف، اي حاجه ماشيها. طب هو مشي دي ورجع مشي دي، يبقى مشي كام دي؟ 2 دي. سؤال سهل جدا، يا رب يجي في الامتحان. طيب question number 5 بيقول لي the figure show the motion diagram of two moving persons. واحد ماشي زي ما انتم شايفين كده، مشى لمدة ثانية حبة قد دول، لمدة ثانية نفس الحبة، لمدة ثانية نفس الحبة، لمدة ثانية نفس الحبة، بيمشي equal distance in equal times. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك ده الديفينيشن بتاع الفيلوسيتي. equal distance over equal times ده الديفينيشن بتاع اليونيفورم فيلوسيتي. بالبلدي سرعته ثابته، ما بيغيرش سرعته، اهو ماشي بسرعه ثابته. تعالى لي بقى ده مشي الحبه دول هنا، مشي حبه تقريبا قدهم هنا، بس رجع بعد كده هوبا جري، هوبا جري اكتر. ايه ده سرعته ايه؟ ماشي بالراحه وبعدين مره واحده زادت. يبقى هنا لو اتكلم اقول ان الفيلوسيتي كونستنت، لكن هنا الفيلوسيتي نون يونيفورم. يعني ايه نون يونيفورم؟ يعني في اكسلريشن حضرتك، يعني السرعه بتزيد، لكن الاكسلريشن هنا ايكوال ايه يا اولاد؟ زيرو، لان السرعه ما بتزيدش. طب يلا بينا. which of the following correctly identify the type of velocity. احنا قلنا الفيلوسيتي هنا كونستنت. ايه ده؟ يونيفورم. ما هي يونيفورم هي كونستنت، هي كمان ريجولار. طب هنا نون يونيفورم، نون يونيفورم، يبقى الاجابه بتاعتنا اللي تمشي مع الاثنين بي. ونروح نبص على اللي بعده. الراجل ده زي ما انتم شايفين كده هوبا 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 هوبا، نفس الهوبا نفس المسافه في نفس التايم، يبقى الفيلوسيتي بتاعته يونيفورم. واحد تاني يقول يا مستر ما هو كونستنت، ما هي يونيفورم هي كونستنت. يا مستر ريجولر، هي ريجولر. يبقى الفيلوسيتي بتاعته يونيفورم، الفيلوسيتي بتاعته يونيفورم، يعني الاكسلريشن بتاعه بايه؟ بزيرو. بس اليونيفورم بتاع ديت معناها ليها فاليو، ليها فاليو اكيد 5 6 7 متر في الثانيه، ليها فاليو بس ثابته. which of the following graph correctly represent the velocity of the person. velocity displacement. تعال نمسك الفيلوسيتي. هو الفيلوسيتي هنا عند زمن معين كانت 5، كمان شويه بقت 10، كمان شويه بقت 30. هي الفيلوسيتي هنا constant. تعالى للفيلوسيتي هنا، الفيلوسيتي هنا حبه كده كانت ب3 وبعدين بقت ب4 وكمان ثانيه بقت ب5. الفيلوسيتي بتتغير، يبقى دي كونستنت. تعالى هنا الديسبليسمنت، يعني المكان اللي هو واقف فيه كان واقف عند 3 متر، كمان شويه واقف عند 3 متر، كمان شويه واقف عند ده. الراجل ده واقف يا جدعان، الزمن بيعدي بيه وهو واقف، ده ثابت. هو ده فيلوسيتي يونيفورم، فيلوسيتي ليها فاليو، ده بيمشي. لا حضرتك ده اتريست، ده مستريح نايم، شكرا. تعالى لديت، هو displacement over time. displacement over time يبقى السلوب هنا معناه ايه؟ يبقى السلوب هنا معناه velocity. طب بعد اذن حضرتك تاني، هو نعرف نجيب السلوب هنا؟ ما هو السلوب هنا تاني الانجل دي. طب عند الحته دي تاني الانجل دي.
طب عند الحته دي ما هي تاني الانجل دي، طب عند الحته دي ما هي تاني الانجل دي. الله، هي تاني الانجل هي يعني الفيلوسيتي هي يعني الفيلوسيتي ما بتتغيرش، يبقى هو ده اللي احنا عايزينه. وخلي بالك ان السلوب بتاع اي ستريت لاين is a constant value. السلوب بتاع اي ستريت لاين is a constant value. Question number 7. A person move in a straight line along path A to B to C then to D during 10 minutes. عمل المشوار ده كله في 10 minutes. طب تعالوا نبص على الرسمة، هو مشي منين لفين؟ بقول لك مشي من A ل B، وبعدين من B ل C، وبعدين من C ل D. ايه الراجل المتردد ده؟ طيب عايز ايه يا عم؟ قال لي بص، عايز احسب الافريج velocity of the person during from 0 to 3. from 0 to 3. يعني انت عايز from A to B. عايز ايه؟ average velocity. حاضر، هاجي على جنب كده واقول له from A to B. الافريج velocity equals total displacement over total time. طب انت قلت لي ان هو ماشى في 3 دقايق، فهكتب تحت 3 وما انساش ان هي دقايق. طيب هو مشي قد ايه؟ حضرتك هو كان بادئ هنا، مشي 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 لغايه هنا، كان واقف عند ال 50، واقف عند ال 50، وصل للرقم ده فين؟ بين ال 10 وال 20 عند ال 15 يعني كان واقف عند ال 50 وصل لل 15. مشي قد ايه؟ اعمل نيو ماينس اولد. 15 ماينس 50 يعني كام؟ نيجاتيف 35. يبقى هو مشي نيجاتيف 35. 35 اوفر 3 تطلع 1.2 اوفر 3 يعني 6 7. ايه؟ قال لي والله ده متر بير مينت، عشان اخدت الديسبيسمنت بالمتر وخدت التايم بالمينت، يبقى 11.67 متر بير مينت. متر بير مينت؟ لا حضرتك مش ده، مفيش متر بير مينت. طب في متر بير سكند، هو انا ينفع اعمل لديت احولها لمتر بير سكند؟ مش دي متر اوفر مينت؟ طب عشان احول مينت لسكند هعملها تايمز 60، يبقى انا هاخد الرقم ده، المتر فوق هسيبه زي ما هو، اعمله تايمز 1 عشان يفضل متر. طب تحت هعمله تايمز كام؟ تايمز 60. 11.67 divided by 60 بالكالكليتر، معلش دماغي مش هتجيبها دي. 11.67 divided by 60 تطلع 0.194 متر بير سكند، يبقى دي الإجابة الصح. طيب تعالى نكمل. The average speed، أنا بتلخبط من average speed و average velocity. لما أقول لك speed قول لي distance، أقول لك velocity قول لي displacement. طيب average speed of the person during the whole trip، والله average speed equal total distance over total time. احسب معايا عشان أنا ما بعرفش أحسب. الراجل ده مشي قد إيه؟ قال لي مشي الحبة دول اللي احنا حسبناهم كانوا كام؟ 35. مستر دول نيجاتيف 35. انا في الديستنس ما عنديش بوزيتيف ونيجاتيف، انا بعمل ادنج لكله. طيب رجع الحبه دول كان واقف عند ال 15، نط هنا عند ال 35. مستر ما بعرفش احسب، هقول لك 35 ماينس 15 يعني 20. يا مستر ما بعرفش احسب. احسب يا عم، مش كل حبه بخمسه؟ 5 10 15 20، يبقى مشي 20 كمان. يا مستر دول مشاهم كده بالبوزيتيف ودول مشاهم بالنيجاتيف، او دول مشاهم بالنيجاتيف ودول مشاهم بالبوزيتيف. هرجع اقول لك تاني ان الديستنس ما فيهوش ساين، كله بالبوزيتيف. يلا بينا بلس. انا كنت واقف هنا، مشيت هنا، رجعت هنا. اخر رحله بتاعتي فين؟ من اول هنا لغايه الحته دي، من اول هنا لغايه هنا. هي المسافه دي قد ايه؟ من 35 لغايه، بص معايا هنا، نيجاتيف 5. المسافه دي قد ايه؟ يا مستر دول 30. حضرتك انت مش فاهم. هات اي ولد في جونيور 4 لسه واخد النمبر لاين النهارده، من 35 ل 0 دول 35، والخمسه يبقوا 40. طب يا مستر ماثيماتيكلي نحسبها ازاي؟
new minus old. new negative 5 minus 35 equal negative 40. باي باي يا نيجاتيف عشان بشتغل في distance يبقى 40. over total time هو فوق قال لي ان التايم كله بكام؟ 10 minutes. الرقم دوت 55 95 over 10 يعني 9.5 متر بير مينت. متر بير مينت لا مش ده. 9.5 متر بير سكند لا. سنتيمتر بير سكند لا. اكيد هو ده. هعمل ديفايد 60 هيطلع لي الرقم ده وهتاكد معاكم. 9.5 divided 60 equal هو ده. يبقى ده الانسر. يبقى من غير ما ابص هو ده كمان الانسر. تعال نحل. حاضر. average velocity. على فكرة انا مش هتعب كبير. مش ال 35 دول كان مشاهم كده؟ وال 20 مشاهم كده؟ وال 40 مشاهم كده؟ في الفيلوسيتي بعمل حساب الساين لاني بعمل حساب الدايركشن، فلما اجيب الافريج فيلوسيتي هكتب نفس الكلام، بس لو خدت ال 35 بالبوزيتيف هاخد ال 20 بالنيجاتيف، يبقى هرجع اخد ال 40 بالبوزيتيف. نفس الكلام اوفر نفس التايم ولا مش هو؟ يطلع الكلام ده 75 minus 20 55 divided 10 5.5 متر بير سكند. يعني سوري متر بير مينت. اصحى دول 10 minutes يبقى دي غلط. متر بير مينت لا ده غلط. لو عملنا ديت ديفايدد 60 انا متاكد انها هتطلع اول واحده اللي هي 5.5 ديفايدد 60 هتطلع 0.9 صح، هي دي اول واحده. يبقى الانسر بتاعتنا نمبر A. سؤال طويل شويه بس جميل جدا. question number 8 بيقول لي an object moves at a straight line along the path A B C D. مشي من ال A لل B لل C لل D. اهلا وسهلا. covering distance A B in half a second. يعني الحبه دول بس. الحبه دول بس. في half second. تمام. عايز اول حاجه the average velocity of the object from A to B. average velocity يعني total displacement 4 سنتيمتر over total time half second. الرقم ده يطلع 8 سنتيمتر بير سكند. الاجابه اهي، اسهل من كده مفيش. طب يا مستر ده هو دوت الديسبيسمنت؟ مش بدأ عند الاي ومشي عند البي وانا خدت الستريت لاين ديستنس او ستريت لاين ماجنتيود، ما مشاش زجزاج كده وقعدت. انا خدت من فروم ستارت تو اند على طول لان هو عايز يدرس from A to B. طب تعالى بقى تاني. if you know that the average velocity of the object along the rest of the path from B to D is twice average velocity from A to B. هو A to B كان كام؟ 8. طب twice ال 8 يبقى كام؟ 16. يعني انت عايز تقول لي ان الرحله بتاعته from B to D كانت الافريج فيلوسيتي equal 16. طب بعد اذن حضرتك ممكن تقول لي اعرف ايه تاني عن الرحله من B ل D؟ خلي بالك انا رايح استدي ايه؟ من D لل D. ده انا بدرسه دلوقتي. طب من B لل D عندي الافريج فيلوسيتي ب 16 سنتيمتر بير سكند. ايه اللون الجميل ده؟ يلا. طيب عندي ايه تاني؟ قال لي يا مستر طب ما انت عندك الديسبيسمنت from start to end. ده 4 وده 4 وده رايت انجل تراينجل. اعرف اجيب الهايبوتنس؟ مش ده ايسوسيلس ورايت انجل؟ زفت روت 2. 4 روت 2 يبقى الديسبيسمنت بتاعتي 4 روت 2. هو انا عندي فيلوسيتي وديسبيسمنت ناقصني ايه؟ والله القانون كان بيقول فيلوسيتي ايكوال ديسبيسمنت اوفر تايم. يعني انا ممكن اجيب التايم من هنا. لو التايم طلع هناك بالتايمز الفيلوسيتي هتنزل هنا بالديفايدد، يبقى التايم ايكوال ديسبيسمنت اوفر فيلوسيتي ولا لا؟ الديسبيسمنت بكام؟ والفيلوسيتي بكام؟ يبقى ان شاء الله التايم هيطلع بالسكند. ليه كده؟ التايم هيطلع بالسكند ان شاء الله. تعالوا نحسبها. 4 روت 2 divided 16 equals 0.35 seconds.
انا درست من بي للدي. عايز ايه يا باشمهندس؟ قال لي لا بقى انا لا عايز ده ولا ده. قال لي عايز الافريج فيلوسيتي during the entire journey during whole trip. طيب بالراحه. الافريج فيلوسيتي بيساوي توتال ديسبيسمنت اوفر توتال تايم. هو الديسبيسمنت بتاعتي، هو انا بدات الرحله بتاعتي من هنا وانتهيت هنا، يبقى الديسبيسمنت بتاعتي هم الحبه دول، صح الكلام؟ يبقى الديسبيسمنت بتاعتي from A to D اللي هي equal B to C اللي هي equal 4. قول لي فهمت. طب التايم، قال لي والله التايم الحبه الاولانيين انت قلت لي ان هو هاف سكند، الحبه التانيين قلت لي ان هو 0، وبعدين معاك بقى قلت لي ان هو 0.35، يبقى هقول تحت هاف بلس 0.35 واللي هيطلع هيبقى سنتيمتر بير سكند. طب اللي هيطلع ده كام؟ ادي 4 ديفايدد 0.85، جمعتهم في دماغي بعد اذنكم، 18 اوفر 17 يعني 4.7 4.69. حلو قوي 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 اهو، هو ده الانسر بتاعي during whole journey. سؤال جميل جدا بس ما اعتقدش يحط في الامتحان. يلا بينا. An object moves at a straight line along the path ABC. ABC مشي من A لل B لل C during 2 seconds. يبقى التايم بتاعي يا رجاله 2 seconds. The average velocity، عايز الافريج velocity. الافريج velocity بتساوي ايه؟ total displacement over total time. total displacement from start to end. هو ده hypotenuse. 3 4 5. برافو يا اللي عارف. يا اللي مش عارف قالوا لنا في ميدل 1 ان بايثاغورس بيقول لي سكوير روت اوف بار 2 بلس يطلع 5. يبقى الديسبيسمنت بتاعتي بكام؟ 5 اوفر توتال تايم. ما هو قال لي ان هو هنا ب2، والنبي خلي بالك من اليونت، هنا متر هنا سكند، 5 اوفر 2 يبقى 2.5 متر بير سكند. ابص على اليونت اول ما اروح متر بير سكند. حلو الكلام، دور على 2.5 يبقى الاجابه بتاعتي بي. مش هيلعبها لك كده في الامتحان، هيغير لك اليونت في الامتحان، وافتكرني ساعتها. السؤال اللي بعده. The figure show the motion diagram of moving person. الراجل ده مشي حبة صغنطتين حبة صغنطتين، هوبة كبيرة هوبة كبيرة، هو نفس الهوبة نفس الهوبة نفس ايه اللي حصل؟ الراجل ده كان ماشي بسرعة ثابتة صغيرة، وبعدين مرة واحدة سرعته زادت بس مشي بسرعة ثابتة. الله، يعني هو زادت منين لفين؟ قال لي والله الحبه دول كانت عماله تزيد لغايه اما ثبتت هنا. يعني الاول، طب والاول كانت بتزيد؟ ده السهم ده صغير عن ده، فهي عماله تزيد من الاول، السرعه بتاعته عماله تتغير من الاول، قعدت تزيد تزيد، قعد يزود في البنزين لغايه اما وصل عند سرعه 100، مشي على سرعه 100 بقيه الرحله بتاعته. يبقى الحبه دول الفيلوسيتي بتاعته نون يونيفورم، والحبه دول الفيلوسيتي بتاعته يونيفورم. يعني هنا كانت عماله تزيد، يعني كان في اكسلريشن، لكن هنا ما كانت ثبتت، فالاكسلريشن بقى ايه؟ زيرو. تعالى displacement 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 displacement. طب هو displacement over time يعمل ايه؟ displacement over time يدينا الفيلوسيتي. يبقى في الفور جرافز دول السلوب هو الفيلوسيتي. طب يا مستر احنا بنجيب السلوب ازاي من الجراف؟ والله لو كان عندي لاين يبقى السلوب ثابت، لان سلوب الحته دي وحياة ابويا هو ده هو ده هو ده. لكن لما عندي كيرف اجيب السلوب ازاي؟ قال لي ارسم تينجنت في الاول وارسم تينجنت في الاخر. مين سلوبه اكبر؟ سلوب كان صغير وبعدين بقى كبير، يبقى هنا الفيلوسيتي اللي هي السلوب بيزيد، الفيلوسيتي بيحصل له انكريز، بس بيحصل له انكريز طول الرحله، بيحصل له انكريز طول الرحله، بس احنا قلنا ان هو بيحصل له شويه انكريز وبعدين بيثبت، فدي ما تمشيش معايا. هنا الفيلوسيتي ثابت، ما تمشيش معايا. طب تعالى هنا، الفيلوسيتي هنا كان ثابت ومره واحده حصل له ايه؟ انكريز. لا انا عندي العكس، ده حصل له انكريز وبعدين بقى ثابت، اكيد اخر واحده. فعلا بصوا كده الفيلوسيتي يا اولاد، هنا كان صغير هنا
سوري كبر، هنا بقى اكبر. بصوا الاسلوب اهو عمال يزيد عمال يزيد عمال يزيد لغايه ما وصل عند حته معينه. مشي بنفس الاسلوب ولا مشيش بنفس الاسلوب؟ الله ينور عليكم. لغايه ما وصل عند حته معينه مشي بنفس الاسلوب. يا مستر انت بتقول مشي بنفس الاسلوب، ما انا قلت لك من الاول الاسلوب بتاع الجراف ده هو الايه؟ الفيلوسيتي. فلما اقول لك مشي بنفس الاسلوب يعني مشي بنفس الفيلوسيتي. برافو، يلا بينا. The figure show displacement time. Displacement time. معلش يا جماعه لو عندي جراف فيه displacement time. Displacement over time بيديني velocity. يعني الاسلوب بتاع الجراف ده بيديني velocity. يلا بينا نحسب الاسلوبس ولا نقرا الاول؟ نقرا. Which interval of time the object at rest. At rest يعني الفيلوسيتي equal 0. يعني عايز حته الاسلوب فيها equal 0. الاسلوب equal 0 parallel x axis. فين الحته اللي parallel x axis؟ From A to B. الله، ده في حته كمان from C to D. يبقى A و B C D from A to B and C D. شكرا. تاني حاجه بيسأل على which interval time the velocity of the object is positive. ريحتكم انا من الحته دي، قلت لك ارفع ايدك اليمين يبقى السلوب بوزيتيف، ارفع ايدك الشمال يبقى السلوب نيجاتيف. ارفع ايدك اليمين الحته دي اللي هي من بي لسي بس خلاص. عايز فيلوسيتي نيجاتيف في اللي بعدها، ارفع ايدك الشمال، ارفع معايا كده ايدك الشمال، رفعت ايدي الشمال يبقى هي الحته ديت، يبقى from D to E. موافقون؟ نقرا بس السؤال الاخير. The average velocity of the object during the whole trip. حاضر. وكلهم خدوا كام ثانيه؟ 6 ثواني فعلا. average velocity total displacement over total time. التايم بتاعي هو قال لي ان هو 6 ثواني. سوري 6 ثواني. طب الديسبليسمنت حضرتك تعالى بص، هو بدأ من عند المتر اسمه 20، ماشي على الطريق الصحراوي من عند العلامة 20، مشي لغاية 60، رجع تاني لغاية 20، يبقى بدأ من حيث انتهى ولا مش حيث انتهى؟ يبقى الديسبليسمنت اللي عمله بكام؟ زيرو. زيرو اوفر اي حاجة بزيرو. يبقى لما يقول لي افريج فيلوسيتي اقول له بكام؟ بزيرو. طب لو جه قال لي في السؤال ده افريج سبيد، عايز التوتال ديستانس اوفر توتال تايم. هو الديستانس كان واقف عند ال 20 راح لغايه ال 60، يبقى مشى كده 40 ورجع تاني مشي 40 في الناحيه الثانيه، يبقى الديستانس ساعتها هتبقى 40 بلس 40 ايكوال 80. 80 اوفر 6. فاهمين قصدي؟ تكير من الفرق بين ده وده. السي questions بقى compare between velocity and speed. velocity اول حاجه بوزيتيف ونيجاتيف. لا define حاضر. change in displacement over change in time. يعني displacement over time. هنا change in distance over time. طيب it's a type. التايب قصده ان ده فيكتور. يعني ايه فيكتور؟ يعني ليه ماجنتيود and direction. لكن ده سكيلر. يعني ايه سكيلر؟ يعني ليه ماجنتيود only. ايه تاني؟ قال لي عايز الثماتيماتيكال ريليشن، هقول له displacement over time اللي انا كتبتها اول واحده على فكره، والثانيه distance over time. ما هي الماثيماتيكال ريليشن هي اللي بنجيب منها الديفينيشن على فكره. طب اتس measuring unit، نفس الميجرنج يونت length over time. يعني length t power negative 1. اللينس بقى قول زي ما تقول، عايز تقول متر بير سكند شغال، متر بير مينت شغال. طيب سنتيمتر بير سكند، سنتيمتر بير مينت، كيلومتر بير سكند، كيلومتر بير اور. اي يونت لللينث اوفر اي يونت للتايم تديني unit of compare between point of comparison definition. instantaneous velocity و average velocity. الافريج velocity انا بحسب فيها total وهنا كلمة السر total displacement over total time. لكن الانستنتينيوس velocity انا بحسب velocity عند لحظة معينة بس، لحظة معينة at fixed instant. طيب
How to be calculated graphically? Graphically من displacement ده بحسب ال difference in displacement over time. لكن ده بجيبها عند ال slope at the moment we want أو instant you want. حلو الكلام؟ السؤال اللي بعده. Question number 14. What's meant by the average velocity of train is 15 meters second, which means إن هو each second it travels 15 meter. ادي معنى ال velocity. The instantaneous velocity of an object is 3 meters per second at fixed moment it travels 3 meter each second. يعني ممكن اللي قبليها على طول يكون 3.1، ممكن اللي بعديها على طول يكون 3.5، يبقى لكن اللحظة ديت كانت 3 meter per second. What does the average velocity of moving object vanish? Vanish يعني ايه vanish؟ يعني يخلص، يعني الفيلوسيتي تبقى زيرو، يعني معنى كده انه وقف، معنى كده انه at rest، ومعنى كده انه هو at static. An object moves along the grid through the points A, B, C, D. A, B, C, D, E, F ده قاعد يلعب كتير قوي. As shown, find the average velocity in meter per second if the total time is 4 minutes. وانت عايزها بالسكند ما تنساش. طيب average velocity equal total displacement over total time. يلا بينا التوتال ديسبيسمنت. ويقول الشاعر الديسبيسمنت بتاعتنا from start to end. هو ده اللي انا عايز اقيسه. يبقى الديسبيسمنت بتاعتي بعد اذن حضراتكم هي المسافه from A to F. صح الكلام؟ والتايم بتاعنا انت قلت لي ان هو كام؟ 4، بس 4 مينت هعملها تايمز 60. طب نحسب المسافه دي ازاي؟ دايما 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 هيبقى هايبوتنس بتاع رايت انجل تراينجل. ارسم الرايت انجل تراينجل. المسافه دي 1 2 3، المسافه دي 1 2 3 4، يبقى الهايبوتنس ب 5. 5 وات؟ 5 من ابو 4، 5 من ابو 3، 5 تايمز 0.5 كيلومتر. يبقى انا هقول له 5 تايمز 0.5. ما هو اذا كان ده حضرتك ب 0.5 وده ب 0.5، يبقى لما اقيس ده هقيسه ب 0.5. يعني لو ده واحد وده واحد هقيس ده بالواحد. يعني لو ده سنتيمتر كنت هقول ده سنتيمتر. يعني لو ده 3 سنتيمتر يبقى ده 4 سنتيمتر، يبقى ده 5 سنتيمتر. لكن ده 3 0.5 وده 4 0.5، يبقى الهايبوتنس 5 0.5. يطلع الكلام ده يا ولاد هو ده بالكيلومتر. ده انا عايز اعمله كمان تايمز 1000 عشان احوله لايه؟ لمتر. احسب بالكالكليتر 5 تايمز هاف 2.5 تايمز 1000 يبقى 2500 ديفايدد باي 4 تايمز 60 يعني 240، يطلع الكلام 10.4167. يبقى 17 ده ايه؟ بقى متر. ده ايه؟ بقى سكند زي ما هو عايز، يبقى 10.4 meter per second. Question number 17. A train moves on straight line track in one direction, covering half the distance at velocity 60 km per hour. مشي المسافة ديت نص المسافة اللي المفروض ياخدها بفلوسيتي 60 km per hour. حاضر. Then the rest distance at a velocity 120 km per hour. المسافة دي كانت دي والمسافة دي كانت دي، لأن هو قال لي هاف. الفيلوسيتي هنا كانت 120 km per hour. حد زعلان؟ Calculate the average velocity of the train. والله الافريج velocity equal
total displacement over total time. حضرتك انا اللي عندي الديسبليسمنت دي ودي، ادي الديسبليسمنت 2 دي. طب التايم؟ قال لي لا انا هشتغل على كل حته لوحدها، هجيب التايم هنا واجيب التايم هنا. هو انا عندي دي وفي، اجيب التايم ازاي؟ انا ما بحفظش، انا بقول ان الفي ايكوال دي اوفر تي، التي هتطلع هنا بالتايمز، الفي هتنزل هنا بالديفايدد، يبقى تي ايكوال دي اوفر في. صح الكلام؟ التايم في الجزء الاولاني، التايم بتاع الجزء الاولاني هيبقى ايكوال دي اللي هي دي اوفر في اللي هي 60. طيب التايم بتاع الجزء الثاني ايكوال دي اوفر في اللي هي 120. طب انا عندي التايم الاولاني والتايم الثاني، يبقى لما اجيب التوتال تايم هعمل ايه؟ قال لي اعمل لهم اد، يعني هقول دي اوفر 60 بلس دي اوفر 120. ايه يا مستر الكعبله دي؟ ولا تزعل نفسك. يعني اللي مش فاهمين ماث انا اسف، شيل دي خلي بالك، شيل الدي وحط 1 وهتطلع صح. اعتبر ان الدي ب 1 وهو الدي اللي فوق هتضيع مع الدي اللي تحت. اعتبرها ب 5 هتضيع برضه هديك نفس الانسر. اعتبرها بمليون هتضيع برضه هديك نفس الانسر. للناس اللي فاهمه ماث، عشان اعمل ادنج لازم اعمل تحت كومن دينومينيتور، عشان تبقى دي 120 اعملها تايمز 2، ولو عملت تايمز 2 تحت يبقى هعمل تايمز 2 فوق، يبقى الكلام فوق هيبقى 2 دي تحت 2 دي اوفر 120 بلس 1 دي اوفر 120، يبقى الاثنين دول اوفر 120، واحنا دايما بنقول اللي تحت يطلع فوق. خلاص خلصت. مع السلامه يا دي، مع السلامه يا دي، مع السلامه يا دي. 2 بلس 1 3، يبقى تحت فوق 2 تايمز 120 اوفر 3، دي تطلع 40 تايمز 2 تطلع 80. معلش اللون ده مش باين. 80 كيلومتر بير اور. في واحد تاني يقول لي يا مستر مش المسافه قد المسافه؟ هات السم وديفايدد 2 60 120. فهمت الكلام؟ طيب نعمل ايه تاني؟ كفايه كده. Question number 18. The figure showed displacement time graph for moving object. Displacement time. Displacement time. السلوب يديني ايه يا اولاد؟ السلوب يديني الفيلوسيتي. طب امشي معايا واحده واحده كده. هو السلوب هنا زي السلوب هنا زي السلوب هنا زي السلوب هنا، ولا السلوب بيتغير؟ السلوب كان كده 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 كده، السلوب بيقل يبقى الفيلوسيتي بتقل. شكرا. تعالى بقى نشوف عايز ايه. rank the velocity of A C and D. فين ال A؟ ال A C and D. احنا قلنا الفيلوسيتي بتقل، يبقى الفيلوسيتي بتاعت ال A اكبر من الفيلوسيتي بتاعت ال C اكبر من الفيلوسيتي بتاعت ال D. قال لي from least to the greatest. حاضر حضرتك، يبقى الفيلوسيتي بتاعت ال D اصغر من الفيلوسيتي بتاعت ال C اصغر من الفيلوسيتي بتاعت ال A. explain your answer. احنا قلنا الاكسبلانيشن في الاول، قلنا ان السلوب بيقل والسلوب هنا معناه velocity. The figure showed displacement time graph for two moving objects A and B. ده بيمشي وكمان ده بيمشي. عايز ايه؟ هو ده displacement اهو وده time، يبقى السلوب سمعوني يديني velocity. سلوب ده velocity وسلوب ده velocity، بالنظر مين سلوبه اكبر. برافو. ده ما احنا قلنا السلوب هو كده زيرو، طلع شويه كبر شويه، طلع اكتر يبقى كبر اكتر. بصوا ده مايل كده لكن ده مايل اكتر شويه. طب نجيب السلوب ازاي؟ قال لي والله السلوب هو تاني الانجل اللي بيعملها اللاين مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس اللي هو الحبه دول. لو حبينا نجيب فيلوسيتي لايه هقول تان الانجل دي اللي هي 30. طيب عايز اجيب فيلوسيتي البي، والله فيلوسيتي البي حضرتك هرسم بارالل اكس اكسس عشان احسب الانجل بتاعته. هو الانجل بتاعته ان شاء الله كام؟ دي 30 تبقى دي 60، يبقى تان 60. اللي فوق 1 اوفر روت 3 واللي تحت
روت 3 يبقى 1 over 3 ان شاء الله using calculator. كده خلصنا اسئله الهوم ورك بتاعت 3. هنبدا دلوقتي الاسسمنت بتاع 3. يلا. question number 1 بيقول an object displaced يعني اتحرك من مكانه قد ايه؟ قال لي 60 متر east. نرسم 60 in time 4 seconds displaced 80 متر west. 80 متر تايم قد ايه؟ 6 seconds. عايز ايه؟ يعني هو مشي من هنا لهنا 60 ورجع تاني 80. مشي كده وبعدين مشي كده. طيب عايز الافريج فيلوسيتي. والله الافريج فيلوسيتي بتعتمد على التوتال ديسبيسمنت. هو التوتال ديسبيسمنت بتاعنا هو فين الستارت بتاعه يا جميل؟ الستارت بتاعه هنا. الاند بتاعه فين يا جميل؟ الاند بتاعه هنا. يبقى بالبلدي الديسبيسمنت بتاعي الحبه دول. طب اجيب من دول منين؟ قال لي والله من 60 80 يبقى الحبه دول 20. 60 minus 20 60 minus 80 او 80 minus 60. المهم انت عارف ان هم في اتجاه الايه؟ الويست. يبقى الفيلوسيتي بتاعتي اكيد في اتجاه الويست. اصله هنا قايل لي الدايركشن. هقول له ويست ويست. تعال نشوف هي كام بقى. اوفر توتال تايم. هو قال لي التايم بكام؟ والله كان ماشي كده في 4 ثواني ومشي كده في 6 ثواني. اوعى تعملهم ماينس. التايم كله بيعمل له ادنج. هو في تايم بالنيجاتيف؟ لا طبعا. يبقى لما قلنا توتال ديسبيسمنت هقول 20 اوفر توتال تايم 10 يبقى 2. هو هنا كان بالايه؟ بالمتر. وهنا كان بالايه؟ بالسكند. يبقى 2 متر بير سكند in direction of west. الانسر B. اوكي. السؤال اللي بعده. Which of the following graphs represent moving object with uniform velocity؟ يعني الفيلوسيتي constant. يعني الفيلوسيتي ثابته. لو اداني دي اوفر تي يبقى لازم يبقى ثابته خط واحد كده. الفيلوسيتي بتاعتي ثابته. فين دي اوفر تي؟ اهو ده شغال. الفيلوسيتي هنا عماله تتغير ما ينفعش. ده في اوفر الفيلوسيتي عماله تتغير برضه. طب ده في اوفر تي ده الفيلوسيتي ثابته. طب ما ده كمان صح. يونيفورم فيلوسيتي ده صح وده صح. هنا الفيلوسيتي ثابته برافو عليك وهنا الفيلوسيتي ثابته. طبعا استحاله يجي لك سؤال فيه اجابتين صح فاكيد هنا في حاجه غلط. يلا بينا السؤال اللي بعده. study the following graphs. يلا بينا نستدي وبعدين نقرا السؤال. ايه ده؟ displacement و time. يبقى السلوب يديني velocity. طب الفيلوسيتي هنا بكام؟ ده بارل الاكس اكسس يبقى الفيلوسيتي هنا بزيرو. الراجل بدأ عند ال5 متر فضل واقف عند ال5 متر. طب هنا velocity وتايم يبقى السلوب يديني acceleration. السلوب يديني ايه؟ acceleration. بس الراكب ده بدأ من في للتي. طب هو في تايمز تي يديني ايه؟ قال لي يديني displacement. يبقى كمان الديسبيسمنت ممكن اجيبه عن طريق الاريا under the curve. طيب معنى كده الراجل ده فيلوسيتي بيتحرك وده ثابت. طب تعالى لده. ده الفيلوسيتي بتاعته بزيرو يعني واقف مكانه. يعني ده كمان الفيلوسيتي بتاعته بزيرو ثابت مكانه ولا مش ثابت مكانه؟ يبقى الاثنين دول at rest. والراجل ده يونيفورم فيلوسيتي ثابته. عايز ايه يا عم؟ which graph represent a static يعني at rest. يبقى الأولاني والتالت الإجابة بتاعتنا C. Question number 4. An object moves at a straight line for a distance d and then return back to its starting point on the same line. The total displacement traveled by the body. معلش تاني فهمني كده. هو مشي مسافة دي and return back to its starting point. رجع لنفس النقطة. مشي كده ورجع تاني كده. مشي كده ورجع تاني كده. يعني الستارت كانت هنا والاند كانت هنا. يبقى الديسبيسمنت بتاعته بكام؟ يحب قوي الأسئلة دي هو في الامتحان يا أولاد. تكير. طيب الراجل ده ماشي نفس المسافة في نفس الوقت. ماشي بفيلوسيتي يونيفورم يعني مفيش اكسلريشن. عايز ايه؟ الفيلوسيتي هنا بتتغير؟ لا
الفيلوسيتي هنا تتغير كل شويه؟ لا. الديسبيسمنت ما بيتغيرش، ده ات ريست حضرتك، ما ينفعنيش. displacement over time يبقى السلوب يديني فيلوسيتي، ده لاين يبقى السلوب بتاعه كونستنت، يبقى الفيلوسيتي كونستنت، يبقى هي دي الاجابه بتاعتنا. السؤال اللي بعده an object moves in a straight line along path A to C and then to B. مشي from A، ركز معايا، from A to C وبعدين رجع ل B during 2 hours. الرحله دي كلها خدت منه ساعتين as shown in the figure. يعني مشى من الكيلو 0 لغايه الكيلو 9، يبقى مشى في الاتجاه ده 9 كيلو، ورجع من 9 ل5 يبقى مشى في الاتجاه ده 4 كيلو. فلو انت افترضت ان دول بالبوزيتيف هفترض ان دول بالنيجاتيف، او العكس صحيح، انت حر. بدل ما حددليش بوزيتيف دايركشن نيجاتيف دايركشن، اعمل اللي انت عايزه. The covered distance هي distance فيها بوزيتيف ونيجاتيف؟ لا. الراجل ده ماشي 9 و4 يبقى 13. ايه ده؟ 9 و4 9 و4 يبقى 13. ايه اللي انت بتقوله ده؟ as shown in the figure 13 والله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ورجع 1 2 3 4 13 كيلو. طيب عايز ايه؟ the magnitude of displacement. الديسبيسمنت والله مشي 9 ورجع 4، يبقى الديفرنس بينهم كام؟ 5. عايز ايه؟ average speed total distance over total time، يبقى 13 divided 2 تطلع 6.5. اللي بعد كده قال لي average velocity، والله average velocity total displacement over total time، يعني 5 over 2 تطلع 2.5. في هنا حاجة غلط، في هنا حاجة غلط، الله يسامحك. 9 و4 13 مش 14. يلا بينا نحل السؤال اللي بعده. احنا فهمنا الفكرة بتاعته، معلش غلطة منه مش هتتكرر. An object moves at a straight line along the path A B C D A. الستارت هي الاند. لو سألني على الديسبيسمنت هقول له 0، ولو سألني على الفيلوسيتي هقول له 0 لأنها displacement over time. The average velocity ما تكملش 0. ركز قوي في الكلام، أنا لا قريت ولا عملت. طب لو جه قال لي average speed هقول له average speed؟ لا، ده distance. احسب بقى، بدأ من هنا 4 و4 8 و4 و4 8 يبقى 16. 16 على التايم كله بكام؟ قال لي ده ما قاليش تايم، لا قال لي in 2 سكند يبقى 8. بس هو هنا مش عايز السبيد ده، هو عايز مين؟ تمام. ده فيجر الراجل اللي ماشي بالراحه ده، وبعدين سرعته زادت وبعدين سرعته ثبتت. يبقى السرعه الاول كانت بتزيد وبعدين ثبتت. which of following correctly describe the velocity of the person. It's uniform during the entire journey. لا حضرتك هي مش يونيفورم كله، لا هي حته يونيفورم حته نون وبعدين حته يونيفورم. non uniform during the entire، اقول له لا uniform then non uniform، العكس non uniform then uniform، هي دي الاجابه الصح. question number 9 بيقول the figure shows displacement time graph for an object which intervals of time the object at rest. احنا قلنا displacement وتايم يبقى السلوب هو الفيلوسيتي. عايز فيلوسيتي 0 عشان at rest، يبقى عايز parallel x axis from B to C. في حتة تانية from D to E، يبقى BC و DE. أنا حاسس إن بحل الأسئلة مرتين. طيب which interval time the velocity of the object is positive اللي رافع إيدي اليمين AB. which interval velocity is negative رافع إيدي الشمال CD. the average velocity of the object، والله نحسب الديسبيسمنت بدأنا من 0، انت هنا عند 3 يبقى الديسبيسمنت بتاعنا 3. طيب والتايم بتاعنا 10، 3 over 10 يعني 0.3 متر per second. الإجابة A
compare between uniform velocity و non-uniform velocity. قلنا uniform velocity equal distance in equal time, non-equal distance in equal times. motion diagram لو حبيت اتكلم على ال displacement time اليونيفورم velocity هتبقى عامله كده slope ثابت. displacement time اليونيفورم velocity هتبقى عامله كده او عامله كده velocity متغيره. هنا لو حبيت اتكلم على velocity time هتبقى عامله كده. لو حبيت انا اتكلم على velocity time هتبقى عامله كده او عامله كده. displacement time graph. طب ما هو motion diagram ده يا جماعه الجراف ده المفروض ينزل هنا. طب الموشن يعني ده جراف. طب الموشن دياجرام قال لي الفيلوسيتي ثابته يا ماشي مسافات ثابته صح. الثانيه بقى النون يونيفورم قال لي والله هتمشي حبه وبعدين تجري وانت ممكن تبقى بتجري وبعدين تبطأ فاهم، ممكن تبطأ وبعدين تجري وبعدين ترجع تبطأ تاني. هو ده الموشن دياجرام. translation motion periodic motion. البريودك موشن بنقول عليه الديفينيشن ان الستارت بوينت بتاعتنا بتبقى العادي بتاعها ان هي تلف وترجع ليها تبقى هي الاند. لكن الترانسليشن موشن الستارت بتبقى في حته والاند في حته ثانيه. وعلى فكره الترانسليشن هي لينير وبروجكتايلز مش علينا. طيب الاكزامبلز بتاعتنا بقول لك دي عربيه. هنا بنتكلم على حاجات كتير طبعا، في البندلم اللي هو البندول بتاع الساعه، او في الارث موفمنت اراوند ذا صن بتلف حوالين السماء، الساتلايتس، الويفز، البندلم طبعا اكتر حاجه قلناها اللي هو بيتهز كده ده مش علينا. خلينا هنا الكار was meant by speed قلناها، velocity قلناها. when does the instantaneous velocity of the object equal its average velocity؟ لما يكون الجراف بتاعي displacement و time line اي بوينت هنا السلوب بتاعه equal سلوب اللاين كله. فالاسئله النظري دي ما بتجيش. يلا نبص على السؤال ده. In the figure show the straight line motion of a skater starting from point A. بدأ من هنا الباشمهندس ده at time equal 0 until reaching point D at time equal، يعني هو مشي من هنا وراح لغاية دي بعد 3 دقايق، وبعدين covering the distance shown in the figure along the path A B C D. ده مشي A. لا تعالى نرسم بقى الباص بتاعه كده. هو مشي الأول A راح للبي ورجع للسي ورجع للدي. خدتوا بالكم؟ طيب find the average speed during the entire average speed ها يعني عايز التوتال ديستانس over total time. طيب الديستانس احسب معايا الديستانس من 0 لهنا. قال لي الحبه دول 40 و140 يبقى الحبه دول 180 متر. طب من هنا لهنا 40 و100 يبقى 140 متر. طب من هنا لهنا قال لي لا دول 100 متر. انت عايز توتال ايه؟ ديستنس، يبقى هاخدهم كلهم بوزيتيف ما فيش نيجاتيف في الديستنس، يبقى هقول 180 بلس 140 بلس 100 اوفر التايم. احسب لي التايم، اكتب التايم بالاسود اهو. التايم كله هو قال لي التايم كله بكام كاتب تحت عند الدي اخرنا كان كام؟ 3 دقايق، يبقى 3 minutes. عايزها بالسكند تعملها تايم 60 وخلاص. اشتغل بالكالكليتر. 180 بلس 140 بلس 100 divided by 3 تطلع 140. ايه ده؟ متر. ايه ده؟ minute. طب عايزها بالسكند اعمل divided 60. بص على السؤال اللي بعده. A train travel in a straight line for periods of time t. Average velocity v. اهلا وسهلا. ماشي حبه كده. التايم كان ب t والفيلوسيتي كان ب v. Then travels for a period of time 3t. ماشي
زمن تاني 3t والفيلوسيتي كانت 3v. calculate the average speed of train during the entire journey. عايز الافريج سبيد. حاضر والله انت بتقول لي هكتب على جنب هناك السبيد الافريج سبيد بتساوي ايه؟ distance over time. حضرتك طب انا ما عنديش distance. طب ما تجيب الديستنس. مش انت عندك هنا time وفيلوسيتي وكان الفيلوسيتي بتساوي distance over time. طب ما تودي التايم الناحيه الثانيه يبقى الديستنس هتساوي فيلوسيتي تايمز ايه؟ تايم. اعمل الاثنين تايمز بعضيهم يبقى الديستنس هنا عباره عن v تايمز t ب vt. الديستنس هنا هتعتبر 3t تايمز 3v يعني 9tv او vt. حلو الكلام. يبقى التوتال ديستنس لما تيجي تعمل سبستيوشن في القانون هنا هتقول tv بلس 9tv يبقى 10tv. فهمنا الكلام؟ طيب اوفر تايم. التايم هنا كان ب 3 ب 1 وهنا ب 3 يبقى التايم ب 4t. طبعا التي مع السلامه مع التي 10 اوفر 4 يعني 2.5 v. يبقى الاجابه بتاعتنا 2.5 وما تنساش الفي. هو عايز افريج سبيد 2.5 v بس كده. وكان مديني حاجه كنا عوضنا بيها. The figure showed displacement time graph for moving object which is more the velocity at A or B. بالراحة. هو الديسبليسمنت اهو والتايم اهو يبقى السلوب هو الفيلوسيتي. انت عايز تقارن بالسلوب هنا والسلوب هنا ارسم تانجنت. ارسم تانجنت. السلوب ده كده والسلوب ده كده. مين سلوب اكبر؟ البي سلوبه اكبر. يبقى مين الفيلوسيتي اكبر؟ which is more؟ هقول له البي ان شاء الله. طيب explain your answer. احنا عملنا الاكسبلانيشن. قلنا ان الفيلوسيتي ات الاي less than الفيلوسيتي ات البي. يا مستر طب انا اعرف الفيلوسيتي منين؟ ما تبص على الانجل اللي عاملها. ما تبص على الانجل اللي عاملها. كل ما الانجل كبر التنها كبر يبقى السلوب كبر يبقى الفيلوسيتي كبر. displacement for moving A and B. which object great velocity. نفس الكلام. هنا السلوب برضه velocity بس نبص بقى بعينينا. الحته دي عامله كده اهي. الحته دي عامله كده. لو طلعت بنفس الكلام لا ده انا محتاج اعدله شويه ازود. محتاج ايه في ايه؟ محتاج ازود. يبقى السلوب ده اكبر من السلوب ده. يبقى which has greater velocity هقول له برضه B. explain your answer because the slope of B is more than the slope of A. ولما يجي في الامتحان هيجيب لك الكلام ده على شكل ارقام. يعني هيجيب لك انجل وتقول تاني الانجل وكده. تمام. ريح شويه وبعدين افتح 4 اتفرج ليله الامتحان ما تكسلش. الموضوع سهل والله زي ما انت شايفين الاسئله بتكرر نفسها. يلا بينا.